المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أصحابكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأبرز العناوين. الوفد الإريتري يلتقي الرئيس موسى بيه عبدي. إشادة باجتماع مدراء برامج التطعيم لجنوب وشرق أفريقيا. إريتريا تعتلي قائمة التتويجات بالبطولة الأفريقية للدراجات الهوائية. عدد ضحايا إعصار إيداي موزمبيق قد يصل إلى 1000 قتيل. أوغندا تحقق في مساعدات غذائية دولية بعد وقوع وفيات. وروسيا تقرر إرسال قاذفات استراتيجية إلى القرم. أهلا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. التقى وفد إريتريا على المستوى المقام من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان جبراب الذي يقوم بزيارة لأرض الصومال تستغرق 3 أيام. التقى مجددا بالرئيس موسى بيه عبدي اليوم 19 من مارس لبحث عميق للقضايا التي تناولها اللقاء الأول. والتقى الوفد الإريتري أيضا بوزير الخارجية ووزير الداخلية والمالية ومسؤولي الشعب والأعيان، وبحث تعزيز العلاقات التي بدأت وتطويرها. وقدم المسؤولون ومسؤولو الشعب للوفد الإريتري توضيحا حول أوضاع أرض الصومال والبرامج والمواقف. وقد أقام الرئيس موسى عبدي مأدبة عشاء أمس على شرف الوفد الإريتري. ووصل الوفد الإريتري على المستوى المقام من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان جبراب مدينة هارجيسا أمس 18 من مارس في أول زيارة لأرض الصومال. والتقى في نفس اليوم الرئيس موسى بيه عبدي. أشاد المشاركون في الاجتماع السنوي لمدراء برامج التطعيم للدول الجنوب وشرق أفريقيا المنعقد من 18 وحتى 20 من مارس في أسمرة، أشاد بأنه يخلق دافعا قويا لتسيير أعمال فاعلة وتبادل التجارب. وأوضح مسؤول برامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة السيد تيدروس يحدوغو أن برامج التطعيم لها تحديات مختلفة في مختلف البلدان وتطور الأساليب المتخذة لمواجهتها. ويعتبر عقد اجتماع بمشاركة الكثير من الدول مناسبة لاكتساب المعرفة الفنية والمهنية للتمكن من مواجهة التحديات. وقال أن إريتريا وجدت الفرصة لتوضيح العوامل التي مكنتها لتحقيق الإنجازات في مجال التطعيم، واكتسبت تجربة من الدول الأخرى تساعد الخطة التي وضعتها لإدخال التطعيم للمرأة من عمر 6 وحتى 15 ضد سرطان الرحم. وذكر مندوب منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتور جوزفين نامبوزا أن برامج التطعيم في الدول المشاركة تختلف في التغطية والمستوى الذي بلغته وأوضاعها الراهنة. وكذلك الاجتماع السنوي مناسبة هامة لتبادل الأفكار لحل التحديات. وأفاد مسؤول برامج التطعيم ومنسق الاجتماع السنوي في منظمة الصحة العالمية الدكتور فيتسوم دانييل القادم من زيمبابوي بأن تدني الوعي والنزاعات والنزوع يسببها والسعة الجغرافية الكبيرة وكثافة السكان من التحديات البارزة لبرامج التطعيم. وتجري نقاشات بناءة في العوامل التي يجب توفرها للحصول على الدعم الفني. وقالت الدكتور أنين كينشات من يوغندا أن تجربة التطعيم الإريتري المرتكزة على المجتمع تعتبر تجربة هامة تساعد لحل التحديات التي نواجهها في بلدنا، مؤكدة بأن البرنامج يحقق المبتغى. ويشارك في اجتماع مدراء برامج التطعيم لدول الجنوب وشرق أفريقيا المنعقد حتى 20 من مارس أكثر من 200 شخص يمثلون أكثر من 20 دولة و16 منظمة شريكة. أوضح مسؤول متابعة الأمراض الوبائية في مكتب وزارة الصحة بإقليم عنسبة السيد سقاي التخسي أن الجهود تتواصل لتقديم المؤسسات الصحية الخدمات الجيدة. وقال أن تقوية المؤسسات الصحية له دور كبير لضمان صحة المجتمع، لذلك يمنح الأولوية. وأشار إلى تطور الخدمات بجميع المعايير، موضحا الإنجازات التي تحققت لرفع تغطية التطعيم وخفض وفيات الأمهات والأطفال وزيادة الولادة في المؤسسات الصحية والسيطرة على مرضي الملاريا والسل، داعيا للدفع بأنشطة الوقاية من الأمراض. وتوجد في إقليم عنسبة 34 مؤسسة صحية من العيادات إلى المستشفيات.
تلقى 75 مزارعا ومهنيا زراعيا بينهم 39 امرأة من مديريتي علا برعد وعتكليزان دورة تدريبية حول إدارة المبيدات الحشرية. وتضمنت الدورة التدريبية المقدمة بتعاون وزارة الزراعة والاتحاد الوطني للمرأة سبل إدارة المبيدات وحفظها وتخزينها وكيفية التخلص منها، وهدفت لنقل المشاركين المعرفة المكتسبة إلى المواطنين عامة في قراهم. وتم التوضيح في الدورة لتوخى الحيطة والحذر أثناء رش المبيدات الحشرية لخطورتها وتسميمها الإنسان، الفم والأنف والجلد، كما اشتملت على شرح حول الإسعافات الأولية من المبيدات الحشرية ونوع الأدوات المستخدمة للوقاية والمكافحة المنسقة للآفات الزراعية. وقالت مسؤول الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الوطني للمرأة السيدة ترحس نرأي أن المبيدات مواد خطيرة تلوث الماء والهواء والتربة، وحثت لاستخدام أدوات الوقاية قبل استخدامها والعمل بإرشادات الكادر المهني. عقد في فروع اجتماع لتعزيز دور مساهمة المجتمع لتأهيل المعاقين عامة ومعاقي الحرب خاصة. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب الأستاذ جبر برهان إياسو لدى لقائه سكان مديرية فروع الرعاية المقدمة للمعاقين من الحكومة والجمعية وكذلك الأفراد المهتمين، ويتطلب مساهمة كافة أفراد المجتمع لتقوية الرعاية. وأشار إلى التحديات التي تواجه المعاقين داعيا لتدعم مشاريع التنمية عامة والبنى التحتية والمباني خاصة لاعتبار المعاقين. ودعا الاجتماع لفعالية البرامج المنفذة لتحسين معيشتهم وتمحور الدراسات على المعلومات الدقيقة. حازت البلاد على نصيب الأسد من الألقاب والتتويجات في النسخة 14 من البطولة الإفريقية للدراجات الهوائية التي ظلت جارية خلال الفترة من 14 ولغاية 19 من مارس الحالي بمدينة بهردار الإثيوبية. وحصد منتخبنا الوطني العلامة الكاملة في اليوم الختامي للبطولة بفوزه ب4 ميداليات ذهبية ضمن سباق الطريق للرجال والسيدات. وتوزعت تتويجات المنتخب الوطني في آخر المراحل من خلال فوز المتسابقة موسانا دبساي بلقب استحقاق السيدات للطريق، وذهب لقب لما دون 23 عاما في هذا السباق للإريترية الأخرى داسيت كيداني. أما لقب الرجال فكان من نصيب دراج منتخبنا الوطني مقصب دبساي، ونال الدراج هينوك ملو برهان لقب لما دون 23 عاما. وضاعفت هذه التتويجات التي سجلت في سباقات الطريق من حصيلة منتخبنا الوطني في البطولة الإفريقية، إذ بات يمتلك في رصيده 7 ميداليات ذهبية. فاصل مشاهدينا الأكرام، ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. قال رئيس موزمبيق فيليب نيونسي إن عدد القتلى جراء الإعصار إيداي والفيضانات التي وقعت في الآونة الأخيرة في موزمبيق قد يرتفع إلى نحو 1000 شخص. وقال الرئيس إن من تأكد معطلهم يبلغ 84 شخصا، ولكن رغم ذلك فإن حجم الكارثة رهيب. وأوضح أنه رأى جثثا طافية في الأنهار أثناء جولته بالطائرة فوق المنطقة المنكوبة. وأضاف رئيس البلاد القول إن حياة أكثر من 100,000 شخص معرضة للخطر، مبينا أن الأولوية الآن تكمن في إنقاذ أرواح الناس، إذ تم إنقاذ حوالي 400 شخص من المناطق التي اجتاحتها الفيضانات. وكان الإعصار تسبب في إلحاق أضرار بميناء بيرا حيث دمرت حوالي 90% من المنطقة، بحسب منظمة الصليب الأحمر التي أوضحت أن كل شيء تقريبا دمر بما في ذلك الطرقات وخطوط المواصلات. وكان الإعصار إيداي ضرب وسط موزمبيق قبل أن يواصل زحفه الجنوني باتجاه زيمبابوي، حيث تسبب في مقتل 90 تقريبا بحسب آخر الإحصائيات. قالت الشرطة الأوغندية إنها تحقق في إمدادات غذائية من برنامج الأغذية العالمي بعد وفاة 3 أشخاص ومرض أكثر من 150 آخرين خلال الأيام القليلة الماضية. وكانت الأغذية جزءا من برنامج اجتماعي للتغذية في منطقة
كاراموغا الشمالية الشرقية، وهي منطقة شبه قاحلة تقدم فيها الوكالة التابعة للأمم المتحدة مساعدات غذائية منذ وقت طويل للذين يواجهون ضعف المحاصيل الزراعية. وقالت الشرطة أن أشخاصا أصيبوا بالإسهال والنزف من الأنف ومتاعب صحية أخرى بعد تناول الأغذية. وتستضيف أوغندا عددا كبيرا من اللاجئين معظمهم من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أدى غياب الأمن على نطاق واسع إلى تشريد مئات الآلاف. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب روسي كبير قوله أن روسيا قررت إرسال طائرات قاذفة استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية إلى شبه جزيرة القرم ردا على نشر الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الصاروخي في رومانيا. ونقل عن فيكتور بونادريف رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الأعلى في البرلمان قوله إن روسيا تعتزم نشر هذه الطائرات القاذفة في قاعدة قفار ديسكوي بالقرم. وكانت روسيا ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014، وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبه الجزيرة الواقعة بالبحر الأسود للاحتفال بذكرى مرور 5 سنوات على ضمها. وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 3 محطات حرارية جديدة لتوليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم، والتي ستلعب دورا مهما في ضمان استغلال منظومة الطاقة في شبه الجزيرة. الخبر الأخير في هذه النشرة: قالت السلطات المحلية في مقاطعة شانشي بشمال الصين إن انهيار أحد المباني السكنية الناتج عن انزلاق أرضي قد أسفر عن مصرع 15 شخصا وفقدان 5 آخرين، وفيما يتلقى 13 ناجيا آخرين العلاجات الطبية جراء الحادث المذكور. قالت الحكومة المحلية أن رجال البحث والإنقاذ لا يزالون يبحثون عن المفقودين بمساعدة كلاب الإنقاذ والمعدات المتخصصة. ووقع الحادث في بلدة ساولينغ في مدينة ليفن عندما ضرب انزلاق أرضي مبنيين سكنيين. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، إلى اللقاء.